بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى هنعمل الكيكه الجميله اللي قدامكم دي. كيكه كده اقتصاديه، ما بتاخدش اي مجهود، وكمان ما بتاخدش منا فلوس كتير. يعني حاجه بسيطه خالص، بثلاث بيضات بس هتعملي احلى واروع كيكه لولادك، وبطريقه سهله خالص وبسيطه. يلا بقى بينا بدون رغي كتير نشوف مقاديرنا وخطوات العمل بتاعتنا ايه. هنجيب ثلاث بيضات وننزل عليهم بكوبايه سكر، وكمان هنحط عليهم معلقه فانيليا صغيره، وهنضربهم بالمضرب الكهرباء. لو بالمضرب اليدوي برضو عادي، مفيش اي مشكلة خالص. هضرب كده في اتجاه واحد. بدأ البيض معايا يدي رغوة حلوة كده، هدني اضرب فيه لغاية ما يديلي اللون والقوام ده. اللون فتح معايا، كمان القوام بقى كريمي. هفصل بقى المضرب بتاعي وهضيف نص كوباية زيت. بعد ما اضيف الزيت هضرب برضو بنفس الاتجاه، ومش هضرب كتير، يا دوب احس بس ان الزيت اختلط مع باقي الخليط. كمان هنزل بعدها بكوباية حليب، وبرضو هخفق كده لحد ما احس ان كل المكونات اندمجت مع بعضها. مش هضرب كتير. بعد كده هجيب الدقيق بتاعي انخله، ومهم جدا ان انا انخل الدقيق. لاي كيك بتعمليه لازم تنخلي الدقيق. وهتضيفي عليه معلقه كبيره بيكنج باودر وثلاث معالق كبار كاكاو خام. النخل طبعا فايدته ان انا بدخل هواء اثناء النخل، كمان لو في اي تكتلات في الدقيق والكاكاو بيروح. بعد كده هقلبهم بقى بالمضرب السلك اليدوي. هفضل اقلب بالصوره اللي انتوا شايفينها كده لحد ما احس كل المكونات بتاعتي اندمجت وادتني القوام الجميل بتاع الكيكه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين هو ده القوام المطلوب. سخنت الفرن بتاعي على درجه حراره 180 درجه كده وانا بشتغل. وهجيب بقى صينيه بتاعتي دهنتها زبده او سمنه، وهنزل بالخليط عليها. وعشان ما يكونش فيه اي فقاعات اخبط خبطتين بالراحه كده، وبعد كده ادخلها الفرن. تعالوا بقى نعمل مهلبية. هنجيب كيلو حليب وننزل عليه بنص كوباية سكر وست معالق نشا او دقيق زي ما تحبي. وبعد كده هقلبهم على البارد وهطلع بيهم كده على البوتاجاز، وهضيف معلقة زبدة او معلقة سمن. بيحلي قوي المهلبية بتاعتي وبتديها طعم حلو قوي. الطريقة بقى المعتادة المهلبية، هفضل اقلب لحد ما يديني القوام بتاع المهلبية وهطفي عليها. يبقى كده الحشوة بتاعتي اللي هي تتحط على الكيكة جاهزة. هجيب كوبايه الا ربع ميه سخنه، وهنزل بمعلقه نسكافيه وعليهم معلقه سكر، وهقلب كويس عشان اعمل التشريبه بتاعه الكيك. الكيك بتاعي خرج، خليته هدي كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده هنزل عليه بكوبايه النسكافيه اللي انا عملتها. التشريبه دي بتدي طعم وتست حلوه قوي للكيك. وبعد ما اتشربت بقى النسكافيه بتاعي هنزل بالمهلبيه عليها وهي سخنه كده، وبعد كده هشيلها في التلاجة لحد ما تبرد. هرجع بيها تاني بعد ما بردت، وهجيب شوكولاتة ازين بيها. الشوكولاتة دي انا بشرتها شوكولاتة خام، ممكن تزينيها باي حاجة انت تحبيها. ممكن تزينيها كمان بكاكاو، ممكن تنخلي كاكاو عليها او جوز هند او سوداني، ايه المتاح عندك في البيت اعملي بيه. اظن مفيش اسهل ولا اسرع ولا اطعم من كده كيكة. طعمها تحفة، حاجة كده تفرحي بيها ولادك وبأقل التكاليف. ان شاء الله بقى نتقابل في وصفة تانية جديدة من وصفاتي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.